الفيديو دوت للمامز الامهات اللي جاي لهم مولود كده جميل في السكه. خلاص بقى يعني زهقنا من فيديوهات الرياضه والجيم والعضلات، تعالوا نديلهم نصيحه دلوقتي في التغذيه مهمه جدا جدا. شايفه يا ست الكل الصوره اللي انت شايفاها ده للاسف دي حاله مرضيه اسمها سباينا بيفيدا، وده عدم اكتمال الحبل الشوكي للطفل. ممكن يتولد بيه وبتبقى درجات كبيره. اقصى حاجه ليها او اصعب حاجه ليها ان المريض دوت او الطفل دوت ممكن يموت، بيعمل عملية وبعدها بيتوفى. وطبعا لو هي حالة مايلد أو حالة متوسطة أو حالة لسه في بدايتها، فطبعا بيبقى في تأخر كبير جدا في الحركة بتاعة الطفل دوت، وبيبدأ يتعالج وبيخش في دوامة كبيرة جدا. وبالمناسبة السباينا بيفيدا دي كانت أول حالة أنا اشتغلت معاها، والحمد لله اتحسن كويس جدا وبقى زي الأطفال اللي في سنه، وبقى كل حاجة تمام. طب أنا جاي أقول لك إيه؟ أنا جاي أقول لك إنك تاخدي بالك كويس جدا من الفوليك أسيد. الفوليك اسيد اللي الدكتور اللي انت بتتابعي معاه بيكتبه لك اول ما تعرفي ان انت حامل، لازم بتمشي على كورس الفوليك اسيد طول فتره الحمل، او على حسب بقى هو مظبط معاكي الحبوب بتاخديها امتى. مهم جدا تمشي على الفوليك اسيد، لان للاسف في دراسات دلوقتي شافت ان الفوليك اسيد لما بيقل او الام ما بتتبعش الفوليك اسيد كويس، ما تمشيش على كورس كويس، بيحصل التشوه دوت او بيحصل الحاله المرضيه دي. الحاله دي كانت زمان مش موجوده او كانت عددها قليل جدا، الاعداد قليله جدا جدا جدا، بس طبعا دلوقتي الاكل ما عادش فيه فوليك اسيد زي زمان، والمحاصيل ما عادش فيها خيرها كده زي زمان، فلازم نهتم ان احنا بناخد الفوليك اسيد من بره، او بناخد الحبوب اللي الدكتور كاتبها لنا، عشان ان شاء الله نخلف كده مولود جميل وحلو. شايفين الرقم اللي تحت ده رقم الواتساب الشخصي بتاعي، ابعت لي اي استشاره عندك سواء في التغذيه او في التمرين او حتى استشاره طبيه، هرد على الكل. مش شرط تبقى بتتابع معايا عشان ارد عليك، لا عادي هرد على الكل. بس لو انت على تيك توك اعمل فولو، لو انت على الفيسبوك اعملي فولو برضو، لو انت على اليوتيوب سبسكرايب. واحلى سلام عليكم.